السلام البنات، هذا الفيديو هذا من مكة المكرمة. الحمد لله وصلنا ودرنا عمرة، الله يتقبل منا ومن الجميع ان شاء الله. وتاني يوم جبتكم هذا السوق الكعكية اللي كيبيع بالجملة، يعني هذا كيصلح الناس اللي غادي يشريو كمية كبيرة اولا جروب جاي مع بعضياتو، اولا الناس اللي كيبغيو يبيعوا كيشريو وكيبغيو يبيعوا. مهم جيت من الحرم، جيت ب15 ريال اللي هي 45 درهم مغربية. دخلت للسوق. احنا ديجا كنت واخده هدايا خديناهم في المره اللي فاتت، ماشي من هاد السوق غير من حتى الحرم، ولكن جيت هنا باش نصور لكم وخديت شي حاجه قليله. صافي السوق كبير، فيه 3 ولا 4 ديال ليطاج، انا ما درتوش كله. والعبايات يعني ارخص عبايه كاين ب 90 ريال 80 ريال سعوديه. مهم احسن عبايه وداكشي كتكون 100 ريال، يعني 300 درهم مغربيه. مهم كاينين الاشكال والالوان، مهم كتختلف الاذواق دائما كما كنقول لكم في فيديوهاتي، ولكن الاسعار العبايه اللي كتكون زوينه كتبدا من 100 ريال وانتي طالعه. السوق متوفر فيه كل شيء، يعني الهدايا، يعني أساور، سيكان، تمر، كل شيء هنا كنا صلينا. وهنا محل كيبيعوا بالكيلو الحلوى والتمر وداكشي، يعني اللي بغيتوه. المهم كيصلح للهدايا. وهنا كاينين دوك البيسات ديال الدراري الصغار وداكشي. هنا كنت كنشوف هادي على حساب ولد اختي، ولكن الثوب ناقص ديالهم. العبايات كما كتشوفوا راه اشكال والالوان والمهم مطروز اللي بالحجر. احنا في المغرب كيبغيو هادشي بزاف، كيبغيو هكا السقلي. هنا كيلبسوا العبايه كحله ساده، مشهورين هنايا بالعبايه سامبل. مؤخرا ولاو كيديروا الالوان ولكن ماشي هاد الحجيرات وداكشي. صافي وكنتو سولتوني على المصحف هذا ب35 مع الاسم، يعني السجاده والمصحف ب35 ريال، يعني كتجيب المغربية 105 ريال. الصراحة أنا خديته من عند الكعبة، يعني قريب من شنو سميتو من الكعبة، خديته ب25. هنا صافي جات ماما تاخد هادو على حساب البنات الصغار وداكشي. توزيعات فاش تمشي للمغرب تعطيهم هدايا. خدينا واحد البواطة، كاينين هنا الشكال والالوان حتى هما كيبيعوا بالجمله. كما قلت لكم راه ما غاديش يبغيو يبيعوا لكم بالجمله، علاش غيسحب لهم غير هدايا. ولكن الا قلتوا لهم عندنا محل وكنتوا مثلا جروب، مثلا 3 البنات ولا 4 البنات وجايين هكا، فمن الاحسن تاخذوه بالجمله يتبقى مرخص. وهنا هاد الشي ديالهم اللي معروفين به، كاسات ديال القهوه ديال الشاي، كيتحطوا ديكور وداكشي. حتى هما اسعارهم شوفوا هنا راه كاين 125 يمكن مكتوبين اسعارهم فيهم. شكيلات كيحمقوا كيدوخوا، خصوصا داكشي ديال الذهبات داكشي صفار وهذا. المهم هنا كان عجبني هذا البريق ولكن لقيته كيتقشر. هنا ماما كانت ديجا خدات بهذا وشاركته معاكم في الفيديو اللي جينا في المره اللي فاتت لمكة المكرمه. الثمن ديالو كيدير ب60 ريال 70 60 ريال. المهم يقدروا يخليوه ب50 ريال حيت حنا خديناه ب50 ريال، يعني اللي هي 150 درهم مغربيه. وهنا كنا كنشوفوا الشيلان. وصافي وريتكم هنا السجادات مع السميه كيفاش كيجيو، صراحه زوينين. وهنايا التذكارات ديال المدينه والكعبه، هنا ديال الكعبه حيتاش حنا في مكه. هادوك الاكسسوارات دايرين ب5 ريال، يعني 315 درهم مغربيه. وهادو السجادات، يعني السجاده بوحدها بلا سميه كدير 10 ريال، لا كان قال لي بالسميه ب10 ريال. وهنا شوفوا معايا السوق راه كبير ما شاء الله، كنوريكم شحال من ايطاج فيه، وفيه اي حاجه كتبغيوها. ولكن الاسعار حاولوا انكم ما يضحكوش عليكم الا جيتوا هنا صافي اول محل يعني صافي تشريو منه وتقضيوا الغرض منه. لا، دوروا وسولوا على الاثمنه وحاولوا تعرفوا الاسعار، لان دائما الريال السعودي كتضربوه في 3. مثلا ريال واحد كيدير 3 دراهم مغربيه، او لا 100 ريال ديالهم كدير 300 درهم مغربيه. صافي هنايا خدينا هاد البوكس هذا من داك السوق، خدينا غير هذا وهاد الدراعيه ديال ولد اختي الصغير. وهادو كما قلت لكم توزيعات، ماما بغات تفرح البنات، يعني باروك من مكه.
باش يفرحوا بيهم. والباروك كتعرفوا شنو هو الباروك. صافي خدينا علبه كامله، ما عرفش شحال كيجي فيها الصراحه، ما عقلتش. وخديناه التسبيح كنا خديناه من المول، ماشي من هنا. غير قلت نشاركه معكم. قالت لي ماما هذا اللي كيشعل بالضو. كنت خديته ب10 ريال، يعني 30 درهم مغربيه. زوين. ماما كانت باغاه. كاينين هادوك اللي بالجمله ولكن عاديين بحال بلاستيك. ومن المول نيت كنت خديت، لا اول حاجه خديت هذه من السوق. هذه لولد اختي كيعجبوه هادو، فقلنا نبدلوا له هاد المره ستيل. جبت هذه اللي فيها رسمه، دائما كنديلو هذاك الثوب الابيض. صافي وهذه كنت ديجا هي خديتها وحنا جايين في الطريق، قلت نشاركها معكم. خديتها ب15 ريال. وهذه باودر ديال اجمل، من بعد غادي نهضر لكم عليها زعما واش تستحق هاد الضجه هذه اللي دايرها. وخصوصا هنا عند السعوديات، يعني كيهضروا عليها بزاف وكيستخدموها بزاف، هي والمسك ديالها. الباودر بانواعها والمسك بانواعه. حتى من بعد وندير لكم فيديو خاص. البنات ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، كنكون تما موجوده، كنشارك معاكم لحظه بلحظه، خصوصا فاش كنسافر وداكشي ما كتجيش بحال الفيديو. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمناو ديروا لي لايك واشتراك.